السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا. النهاردة هنتعلم مع بعض أداة مهمة جدا في الإكسل هتوفر عليك وقت ومجهود في شغلك. ولو حابب تتعلم إكسل بشكل كامل ومن الصفر للاحتراف، عملت كورس كامل على منصة يوديمي وسايبة ليكم الرابط في أول تعليق. يلا بينا نبدأ الفيديو. في الفيديو النهاردة هنتكلم عن خاصية مهمة قوي ومفيدة جدا معايا لو أنا بعرض داتا معينة على حد وعاوز أعمل له رسم بياني أو chart، ولكن يكون على قد كل عمود. يعني أنا مش عايز رسم chart لوحدها منفصلة، لأ، أنا عايزها في الأعمدة معايا. الأداة دي هي الspark line. زي ما إحنا شايفين في العمود بتاع الtrend، أنا ظاهر لكل شخص مبيعاته عاملة إزاي. يلا بينا نبدأ ونشوف إزاي نستخدمها. أول حاجة باروح للخلية اللي أنا عاوز أعمل فيها الspark line، وبعد كده من قائمة insert باروح للsection بتاع الspark line واختار الline. بيطلع لي قايمة. أول حاجة هو بيقول لي الداتا رينج اللي هو يعمل لها كده فين، فبنضغط هنا وبروح أختار الرينج بتاعنا. فأنا مثلا اخترت من أول سنة 2020 لحد 2025 وبضغط انتر. وبعد كده خلاص أنا اوريدي اللوكيشن كنت محدداه وبضغط اوكي. فهنلاقيها ظهرت معايا بالشكل ده. بلاحظ لما بتظهر معايا بيطلع لي قايمة اسمها سبارك لاين. القايمة دي فيها مجموعة من الخيارات اللي أقدر أختار ما بينها وأعدل فيه الشكل بتاعنا. فمثلا لو جينا ضغطنا على السهم هنا، أنا مش عايزة مثلا الشكل ده، وليكن أنا عاوز أختار الشكل ده مثلا، أو خلينا نختار شكل تاني. لو اخترنا اللون ده فهنلاقيه هنا اداني رسم بياني كده بسيط في قلب الخلية، بيقول لي إن أنا مثلا كنت بادئ هنا في 2020، بعد كده في 2021 أنا حصل زيادة، بعد كده في 22 قلّيت حاجة بسيطة، وبعد كده في 23 أنا زدت، و24 برضه رجعت قلّيت، و25 رجعت زدت، وهكذا. يبقى أنا كده مجرّد أنا مش هاقعد أبُص في الأرقام كلّها، أنا مجرّد ما بصيت لهنا أنا فهمت خلاص إسلام ده المبيعات بتاعته ماشية إزاي. طبعًا لو استخدمنا الfill handle هنقدر نعمل بقية الخلايا. بكده نكون خلصنا شرح الفيديو بتاعنا. أتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي. ولو حابب تتعلم إكسل بشكل كامل ومن الصفر للاحتراف، هتلاقي الكورس كامل على منصة يودمي وسايبة ليكم الرابط في أول تعليق. شكرا ليكم.